شهري 31,000 جنيه وقسط سنوي 531,000 جنيه. اعتقد مش هتلاقي في الماركت كله حاجه بالشكل ده. ليه بقى؟ لانه النهارده ناس كتير جدا بتدور على تمويل عقاري، لكن هيقف معاها دايما قصه الورق، الوظيفه، الراتب، كل ورق الشقه مهم جدا. يعني ورق الكلاينت، ورق الشقه، يعني الشقه لازم تكون مواصفات معينه، متجهزه، فيها عدادات، ما عليهاش مخالفات، فيها تراخيص، قصه كده طويله عريضه وممكن تاخد وقت كبير وفي الاخر ما تاخدش الموافقه. انا النهارده جايه بحقق لك المعادله الصعبه، ان انا بديك. يعني انت النهارده لو جيت فكرت انك تشتري حاجه تمويل عقاري، فانت بتدفع 20% من التوتال، صح؟ انا ممكن اسلمك على 15% وهتدفع الصيانه، والصيانه دي خدمه طبعا، يعني حضرتك بتستفاد بيها. الحاجه التانيه، بيبقى عندك قسط شهري كبير في التمويل العقاري. لا، انا هقللك قيمه القسط الشهري وهدفعك في نهايه السنه، لانه ناس كتير جدا بيكون عندها حوافز، مكافآت، وهكذا. يعني انواع كتير من هذا القبيل يعني. فتقدر تدفع القسط السنوي. الشقه بتقدر تدخلها